أهلا وسهلا فيكم بمطبخ هنوتي. اليوم رح نحضر مع بعض البسبوسة بكارويات القشطة بطريقة كتير لذيذة وبسيطة إن شاء الله. أول شي رح ابتدي بتحضير القشطة. بطنجرة على الغاز رح احط فوقها لتر من الحليب وحط معها معلقتين كبار من السميد الناعم. رح اتركهم يغلوا مع بعض مع استمرار التحريك لحتى يتقل معي القوام. وهلا بعد ما غليوا معي رح احط فوقهم مقدار 150 غرام من القشطة ورح احركهم لحتى تذوب معي القشطة تماما. رح احط كمان فوقهم ملعقة كبيرة من ماء الزهر. وهلا هيك صارت القشطة معي صارت جاهزة. رح اتركها على جنب لحتى تبرد تماما. نروح لباقي المقادير. مكونات بنحتاج كاستين من السميد، كاسة سكر، كاسة جوز الهند، 3 حبات من البيض، نص كاسة لبن، نص كاسة حليب، نص كاسة زيت نباتي، وظرف فانيل وظرف بيكنج باودر. أول شي رح نضيف البيض، رح أضيف معهم الفانيليا. هلا رح أخفقهم مع بعض لحتى يصير البيض لونه أبيض. بس يصير لونه أبيض حضيف فوقه السكر. هلا بعد ما ذاب معنا السكر رح أضيف السوائل، الحليب والزيت واللبن. هلا بعد ما اختلطوا معي رح اضيف فوقهم السميد وجوز الهند والبيكنج باودر. هلا هيك الخليط صار معي جاهز بهيدا الشكل. تحركته من الاسفل، تاكدت انه ما بقيان فيه كبسولات ابدا. هلا رح ادهن الصينيه شويه زيت وبعدين رح فضي الكميه. بسم الله. هسه بس شوي بهيدا الشكل، تأكد انه توزعت تماما. هلا انا القشطة عندي بعد ما بردت حطيتها بكيس حلواني. هلا رح بلش ارسم الكرويات فوق النمورة. هلا هيك صارت جاهزة معنا حتى ندخلها على الفرن. طبعا الفرن نحن محماينه من قبل ما نبلش على 180 درجة من فوق ومن تحت. هلا رح احطها بالطبقة السفلية من الفرن، وبعد منها رح احطهم بس شوف السفل من تحت انه احمر ححطها من الطبقة الفوقانية. هي ما شاء الله الصينية بعد ما طلعت معنا من الفرن تقريبا اخذت معي استواء مدة 55 دقيقة. الفرن شاعل من فوق ومن تحت. اول شي حطيتها بالطبقة السفلية وبعدين عليتها للطبقة العلوية. هلا انا بداية الشغل قبل ما بلش بالبسبوسة عملت القطر ما يعادل كاستين من السكر وكاسة من المي. طبعا القطر بارد معي تماما والبسبوسة سخنة. هلا رح احط القطر فوقها تدريجيا. طبعا رح استعمل كل الكمية لان هي كمية الصينية كلها.
هلا طبعا رح اتركها حتى تبرد تماما وبعدين بقطعها معكم. هلا بعد ما بردت معي تماما رح زينها بشوية فستق. هلا هيك صارت معنا جاهزة. شوفوا ما شاء الله قد ايه رفخت، قوامها كتير طري. بتمنى إذا عجبكم الفيديو لا تنسوا تشتركوا بقناتي والضغط على اللايك وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل شي جديد فضلا وليس أمرا.